واش عمرك قلتي غير 5 دقائق في تيك توك نسكرولي شويه وفجاه لقيتي راسك ضارب ساعه كامله حتى كتسكرولي، ولا دخلتي غير تجاوب على ميساج غير هي لقيتي راسك كتقلب في الفيديوهات السطوريات حتى نسيتي علاش جبتي داك التليفون، علاش حليتي داك التليفون اصلا. الا وقع لك هذا الشيء راه ماشي غير بوحدك صديقي، بل اكثر من مليارات ديال الناس كيعانيو من نفس الحاجه كل نهار. ولكن السؤال، واش المشكل فيك ولا كاين شي حد اللي صمم هاد التطبيقات بطريقه اللي تخليك تبقى فيها اطول وقت ممكن؟ اليوم غادي نكتشفوا الحقيقه، بقى معايا باش تفهم البلان. تخيل معايا كنفيقوا الصباح، اول حاجه كنديرو كنشدو التليفون كيدخل لي ريزو سوسيو، بل حتى ما يغسل وجهو، بل حتى ما يطفي نهارو، كتدخل لتيك توك انستغرام فيسبوك يوتيوب، ومن بعد ساعه كامله عاد كتبدا نهارك. واش هادشي صدفه في نظرك؟ لا، راه هادشي مخطط ليه منذ سنوات. التطبيقات راه ماشي الهدف ديالها تعطيك المعلومات، الهدف ديالها باين تخليك تبقى كل دقيقه في لابليكاسيون كيدخلوا منها الفلوس على دارك، واي ثانيه ديال الانتباه ديالك هي واحد المنتوج كيتباع لدوك المعلنين. يعني ثانيه من وقتك كتساوي ملايير الدولارات، باش تعرف وقتك شحال ساوي. بزاف ديال الناس كيقولوا انستغرام فيسبوك تيك توك ابليكاسيون فابور، ولكن راه ما كايناش شي خدمه مجانيه في هذا المجتمع. المنتوج الحقيقي هو انت صديقي العزيز. الشركات ما كتبيعش التطبيق، كتبيع الانتباه ديالك. المعلن كيخلص الشركات باش يشوفوا الناس الاعلانات ديالك. كل ما بقيتي بزاف في لابليكاسيون ما غادي يدخلوا فليسات على ظهرك، يعني الوقت ديالك تحول لفلوس وانت غير باقي جالس في فراشك كتسكرولي، مازال ما تغسلتي حتى وجهك. غير كتدخل للتطبيقات، مره كيطلع لك اشعار، مره كتشوف لايك، مره كيبان لك فيديو جديد، والمخ ديالنا كيخرج واحد الماده سميتها الدوبامين، هرمون السعاده اللي كتعطيك المتعه. والمشكل ان التطبيقات كتستغل هذا النظام ديال عقلك، كتبقى تعطيك واحد الجرعات صغيره ومعاوده باش يبقى مخك يطلب المزيد. هادشي علاش كتبقى فيديو مور فيديو فيديو مور فيديو حتى كيدوزو ساعات. الدوبامين كيتفرز وانت كيسحب لك راك مستمتع. راه انت اللي خاسر في هادشي اخويا حمادي. وحاول تفكر فيها مزيان، واش عمر شي ابليكاسيون قالت لك بارك عليك راك عيقتي 5 سوايع انت في الابليكاسيون؟ لا، امبوسيبل. اي ثانيه كتضيعها وما ندخلي منها الفلوس، حيت الفيديو اللي من بعد ديما كاين عمرو يتسالى، كتبقى تسكرولي سكرولي 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 لا نفيني، يعني النهايه ما كايناش. والمخ ديالك ديما كيبقى يتسائل، كيقول في راسو يمكن الفيديو الجاي يكون احسن من هذا، الفيديو الجاي نلقى شي حاجه كتضحكني، الفيديو الجاي غادي نلقى شي حاجه تعلمني، وكتبقى تسكرولي حتى كيطلع الصباح بلا ما تحس. والدوبامين مفروز وانت على بالك راك مستمتع، وانت حياتك وشبابك كيضيع. والخوارزميات ديال لي زابليكاسيون هاد التطبيقات كتبدا تراقب شنو عجبك، شنو اللي ما عجبكش، شنو عاودتي شفتي. حتى السرعه ديال السكرول مبدله على طاكتيل ديال التليفون ديالك. حاول دير واحد التجربه، جيب تليفونك دخل لشي ابليكاسيون وسكرولي، داك السكرول كيدوز دغيا. دونك ديك الخوارزميه ديال التطبيقات، داك السكرول اللي كدير وكتبقى تفرج انت في فيديو بحال نقولوا ديال السبور، المره الجايه غادي يطلعوا لك فيديو ديال السبور، يشوفوا داكشي اللي كتبغيه نتايا باش تبقى ديما جالس لهم في ديك لابليكاسيون. يعني التطبيق في هذه الحاله ولا كيعرف اكثر من صحاب. اي واحد فينا مخبي العجب في التليفون ديالو، صحابنا وما كيعرفوش شنو عندنا في التليفون. اما لي ريزو سوسيو لي زابليكاسيون عازد عليها عمك جوجل، اي حاجه كديرها راه كيكون عارفها عليك ومسجله عندهم. هادشي علاش لي بيرات والناس اللي عندهم مال انفورماتيك ما كيامنوش بهاد لي ريزو سوسيو. الا فايتك شفتي شي واحد كيقول لك انا هاكر واعرف الانفورماتيك في لي ريزو سوسيو، عرفوا راه ما فاهم والو. الناس ديال الانفورماتيك والناس ديال الهاكينغ كيكونوا عارفين بلي لي ريزو سوسيو بوان فيبل باش يعرفوا عليك كلشي. اما جوجل هذيك حاجه بوحديتها. هنا غادي نحاولوا نستنتجوا ولا نتسائلوا شنو هو الثمن الحقيقي من هذا الشيء. الثمن الحقيقي صديقي العزيز هو الوقت ديالك، التركيز ديالك، النوم ديالك، الناس اللي ما كتنعش، الدراسه اللي كتخلي شي مرات ما كتقدرش تفيق، الخدمه ديالك اللي كتعجز عليها، العلاقات مع الناس. كتولي انت عندك علاقه مع فيسبوك تيك توك انستغرام اكثر من العلاقات مع الناس، ما كتولي السوسيال. غنحسبوا واحد الحساب خفيف، تخيلي لا ضيعتي 2 سوايع كل نهار في لي ريزو سوسيو، في نظرك شحال ضيع من ساعه في العام؟ كتب لي تحت في التعليق نخليك تفكر شويه. 700 ساعه صديقي العزيز في السنه، في العام، يعني تقريبا شهر كامل من حياتك كيدوز غير سكرول. ولا اسوأ من هذا الشيء، كاع الفيديوهات اللي كتفرج فيهم كتنساهم من موراها غير بشي دقائق، ما
كتبقاش عاقل حتى على شنو تفرجت. والشركات كيربحوا الفلوس في ديك الوقيت هي باش انت كتبقى في لابليكاسيون، كيبقاو يطلعوا لك اشعارات كيتعاودوا، هذاك اللي داير الاشهار كيخلص لي زابليكاسيون بلاتفورم، الشركه كتربح. وكل ما عرفوا عليك معلومات كثر حيت انت هي اللي كدير لي ريشيرش شنو باغي تفرج وشنو ما باغيش تفرج، كيوريوك الاعلانات المناسبه لداكشي اللي كتفرج فيه. وهكا كيولي الوقت ديالك هو الربح عندهم. كما قلت لك في الاول، ثانيا من وقتك كتساوي الملايير عندهم. ايوا تخيل 7 المليار ديال الناس كل واحد كيضيع ثانيه، يعني شو شحال كيدخلوا في النهار هاد لي زابليكاسيون. هنا غادي نحاولوا نهضروا على الحل تقريبا ماشي انا اللي غادي نعطيه لك، حيت انت اللي خصك تلقى الحل لراسك، تجلس مع راسك وتهضر وش راني ندير في هاد لي زابليكاسيون، وش راني ندير هنا الوقت ديالي كيضيع وثانيه كيدخلوا بها الملاير وانا ما رابح والو، بحال فمي في اللايفات وفي الفيديوهات وكندافع على المؤثرين هما كيضربوا في صريف وانا جالس كنسكرول. شي علاش مالي اللايفات كيخلصوهم مزيان، داكشي لايف مباشرة وانت كتبقى في ديك لابليكاسيون حال فمك هما كيضربوا الماسو، وفي الاخر العام كتلقى راسك 700 ساعه مشات لك في لي ريزو سوسيو وهما الكونت بونكير كيعمر بالدولار. هادشي علاش خصك تراجع الافكار ديالك. واش حنا ربي ما خلقنا السواسيه؟ علاش انا غادي نبقى نتفرج في واحد ما كيفيدني بوالو، غيتخسر الهضره، تخربيق داكشي ديال الدياتا، وغتحاسب على كل جيم كدير. نتايا الا بارطاجيتي فيديو ديال التفاهه راه كتساهم نتايا في التفاهه في المجتمع، وربي سبحانه وتعالى راه غادي يحاسبنا على اي ديتاي صغير بما كيبغيش الفاحشه تسوء في المجتمع المسلم. وانت كتساهم بهذا الشيء بالفيديوهات والنشر والله، وكدعم واحد غير كيخربق ما كيخرج حتى شي حاجه زوينه من فم. واش خصنا نحيدو لي ريزو سوسيو حيت فيهم بعض الايجابيات. كاين الناس اللي كتعلم فيهم، كاين الناس اللي كتواصل فيهم، كاين الناس اللي خدامين بهم، كاين الناس اللي دابا ولاو كيديروا صناعه المحتوى بهم، كيدخلوا الفلوس من الادز، من الاعلانات، الاشهارات. غير هي الناس اللي كيديروا المحتوى ما عندهمش ضمير، راه هذه صدقه جاريه غتبقى لكم في هذا البلاتفورم. نهار تموتوا يبقى تابعك داك الذنوب اللي كدير في لي ريزو سوسيو، غدا قدام الله وقول له لا راه ما كانش في راسي. ولكن غير هي التطبيقات خصنا نعرفوا كي نستعملوهم، ما نخليهمش هما اللي يستعملونا، هما اللي يستعبدونا. حدد واحد الوقت معين، حبس الاشعارات اللي ماشي ضروري، وما تشدش التليفون باش تفيق. راه المخ ديالك باش كيكون ناعس ويفيق ويلقى لي ريزو سوسيو، راه علميا راه مشكل. الا بغيتو نخصصو حلقه في هذا السوجي كتب لي لتحت في كومونتير. حاول تخلي راسك ونهارك وعقلك هو اللي يتحكم في التليفون، ماشي التليفون اللي يتحكم فيك. عمر ما تخلي يتحكم فيك. ربي راه عطانا العقل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني كيما نتايا جالس في الدار كتشوف داكشي في الميديا، عندك واحد النيفو انتيليكتويال، نيفو اللي تقدر تهضر مع الناس وتوصل ميساج، دخل حارب حتى انت التفاهه. ما تخليش التفاهه هي اللي طاغيه. دابا ولينا كنمجدو اللي كيخسر الهضره، ولينا كنمجدو اللي كيقمر، وصحاب المحتوى الهادف حتى واحد ما كيديها فيه. وهذا الشيء كامل صديقي العزيز غيبقى رساله في حياتك. شنو قدمتي في هذا العمر اللي دوزتي في هذا؟ واش دوزتي غير سكرول شهر كامل في العام وانت كتسكرولي؟ دوزتي غير تابع تخربيق تجي الناس حتى بشي حاجه؟ شحال من واحد فينا كتلقى عنده شله امتيازات، شله حوايج كيفهم فيهم، ولكن ما قادرش يدخل لهاد العمالقه ديال التفاهه اللي ولاو طاغيين علينا في هاد المجتمع. دونك حاول جوج سوايع ندوز انا في تيك توك، ندخل نتعلم غير شي مهارة، نتعلم المونطي، نتعلم نكتب سكريبت، نتعلم نقلب على شي سوجي، نعمق البحث ديالي، ونحاول حتى انايا ندير فيديو علاش لا، الا كانت الناس والامه غتستافد منه. وفي الاخير راه السوشيال ميديا ماشي عدو، هي سلاح ذو حدين، فيها الزوين وفيها الخايب. ولكن في هذا الوقت ولينا كنشوفوا الخايب بزاف، حيت الخايب ساهل دير والزوين صعيب. داكشي علاش الشركات كتنافس على اغلى حاجه عندك، ماشي هي الفلوس، ماشي هي التليفون، ماشي هي الهاطا والبيانات وداكشي اللي كتخلي انت في التليفون ديالك.
اغلى حاجة بالنسبة ليهم هي الانتباه ديالك، كيبغيوك تبقى في لابليكاسيون اكبر وقت ممكن، حيت الوقت اللي كيدوز عمرو ما غيرجع. اي ثانية كتمشي لك من حياتك راه مشات عمرها غترجع. حاول تفكر بلي ديك الثانية اللي دوزتها في داك الموقع ديك لابليكاسيون واش استفدت منها. وان شاء الله الميساج يكون وصل. حنا كنحاولوا واخا بأقل ما يمكن نحاولوا نوصلوا واحد الرسالة هادفة. عمرك ما تخلي الآلة ولا الروبو يتحكم فيك. غنوصلوا لواحد الوقت اللي غيولي الذكاء الاصطناعي كيتحكم في بنادم. راه شحال من واحد خسر خدمتو حيت الذكاء الاصطناعي دخل للخدمة. وهنا اخوتي غادي نوصلوا لنهاية الفيديو. كتب لي تحت في كومونتير شحال كدوز من ساعة في النهار في السوشيال ميديا، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اي واحد كتعرفو ولا شي واحد خصو يعرف هذه الحقيقة وشيعارونا. كن مع الله، تعالى الله معك.